بنشوف كمان برضو يعني وطلعت في فترة من الفترات وما زالت مستمرة السمايل هوليود، الهوليود سمايل اللي الهوليود سمايل كله الناس كلها عايز بتسأل يعمله، عليها او كده. والشكل الثابت ليها، البياض الناصع، الرصة بتاعت الأسنان باينة قوي إنها فيك يا دكتور. يعني بصي، هو برضو على حسب البيشنت. يعني في بيشنت بيجي يقول لنا مثلا انا عايزها تبقى بيضه وعايزها تبقى باينه، يعني انا عايز كده. وفي بيشنت تاني يقول لنا لا بجد انا مش عايزها تبقى باينه، انا عايز بس شكل الاسنان يبقى كويس وعايز لون اللي هو افتح لون مثلا في الالوان الناتشرال. فاحنا بنعمل على حسب ذوقه هو، بس يعني ده موجود وده موجود. لا بس هل مثلا حضرتك في مره حد جه طلب منك مثلا شكل معين للاسنان وحضرتك شايف ان هو مش هيليق مع بشرته مع شكل الوش؟ كتير حطيتها له مثلا على الديزاين؟ مش بتبقى دايما في الشكل اللون، يعني في ناس كتير قوي بتحب اللون اللي هو زي ما بنسميه مثلا BL1 اللي هو بيبقى لون ابيض ابيض، فده هيبان فيك زي الممثلين بجد، فهو عايزه وبيحبه بنعمله اللي هو بيحبه. ما هو اكيد طبعا، يعني حضرتك كل واحد شايف وكل واحد ليه ذوق، بس ممكن حضرتك تدي نصيحه مثلا لحد وتحطها له مثلا على الديزاين اللي حضرتك طبعا احنا بنقعد نقول له لا مش هيليق مثلا عليك. في كتير بيغيروا رايهم طبعا، بس في كتير برضو مش يعني هو بيبقى مقتنع بحاجه وعايز يعملها بنعملها له، بس دايما بنحاول نوجهه اللي هو لا عايزين مثلا نقصر الانياب شويه، لا لازم الاسنان تبقى طويله، راجل مثلا وجسمه مليان شويه فلازم السنان تبقى كبيره وبيتبان وهو بيتكلم مش لازم هو بيضحك. فبنقعد نعمل يعني بنقعد نتكلم كتير في عايز شكل الاسنان بتاعته تبقى عامله ازاي. حسب بقى هو عايز ايه. هو بالظبط احنا بنوجهه، بس هو يعني فاهمه بياخد برضو يعني بيختار اللي مناسبه. طيب هل يا دكتور برضو في الطرق الحديثه في تجميل الاسنان احنا بنتكلم عن فينير وحضرتك بتقول ان هو بقى البرد فيه قليل جدا، ما بقيناش بنبرد بشكل كبير عشان كتير قوي بيبقوا عايزين يعملوا فينير، عايزين يعملوا تجميل لشكل الاسنان، يضيعوا المسافات، اوقات المسافات بتبقى عائق. بالظبط كتير قوي فعلا لو في فلجات كبيره قوي او كده، فانا مش بحتاج ابرد من الاسنان، بحتاج بس ان انا بخشنها، بعمل لها حاجه اسمها زي تخشين عشان بس تلزق اقوى في الفينير. صحيح. وبرده كيسز قليله قوي، بس هو عامه اكتريته بيبقى فيه برد اللي هو النص مللي ده، البيشنت اصلا مش بياخد باله منه. بس هو لازم لحاجات كتير، يعني دايما انا مش بقدر اركب مثلا على سنه من غير النص مللي ده عشان اعوض النص مللي، دايما كاني بعمل حاجه اوفر فوق سنه، مش يعني لازم في بروز او ضب او حاجه، لازم اشيل حاجه عشان اعوض حاجه، لكن ان انا احط حاجه على طول هي دايما كمان غير الشكل هتعمل له مشاكل، يعني دايما هتلاقي الاكل بيتحشر فوقيها، دايما اللثه هتبقى ملتهبه جدا عشان الاكل يعني كل حاجه مش بتوصل لها، او يا اما يوصل ويتحشر الاكل، فالموضوع بيختلف جدا، فانا لازم يعني اشيل حاجه عشان اعرف اعوضها. ما هي دي خبره الدكتور بقى اللي بيشتغل مع البيشنت، هو عارف المضاعفات اللي ممكن تحصل لو انا سمعت كلامه او ما عملتش الطريقه الصح في التركيب، فده اكيد بيفرق. هو في اعلانات كتير بتتكلم عن الموضوع اللي هو بدون برضه وكده، بس دي بتبقى يعني بروباجندا بس مش اكتر، بس هي ليها حالات معينه بس هي مش في كل الحالات. يعني برضه مثلا حاله ان انا عندي مثلا سنان كامله وسنه داخله لجوه قوي، فانا اصلا عايز اطلع السنه دي لبره، فالسبيس اوريدي عندي السبيس ده، فمش هبرد خلاص، انا بس بخشن السنه وبلزق على طول الفينير. لكن اكتريه الحالات لو السنان مرصوصه كويس انا لازم اشيل حاجه عشان اعرف اعوضها، يا اما هو نفسه مش هيبقى متضايق. صحيح. وبتبان قوي بقى من البروفايل لما البيشنت يجي يتصور من الجنب. فبيبان يعني شكل اللي هو الشفه مع المناخير مع الاسنان على حسب بقى الانجليشن بتاعها، فاهمه؟ فبتفرق جدا، يعني لو حد صوره من الجنب لا بيبان موضوع الضب ده.